يلا شوت يلا فنانيس يلا. معلش في فيديو النهارده هنعمل اقوى تحدي كوره على الملعب العائم. الملعب اللي احنا عليه ده يا جدعان عايم على وش البحر. المفروض زي ما انتم شايفين المفروض ان احنا معانا فريقين، كل فريق مكون من 3. اول فريق مكون معانا بيسو، ابو عز، فنانيسو. الفريق الثاني مكون مني الحس، الديشه، والديشه نمبر 2. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين كده تحت الملعب بيكون هو متحرك، يعني فاهمين؟ اهو الملعب مش ثابت، يعمل امواج. كده الملعب هيتفلق كده. المفروض ان دلوقتي زي ما انتم شايفين الملعب بيكون له مرميين، وطبعا اي حد بيتحرك في الملعب رايح او جاي طبعا بيكون معرض ان هو يتزحلق ويقع. فاحنا في الفيديو بتاع النهارده هنعمل مجموعه من 3 تحديات نظرا ان انتم بتحبوا تحديات الكوره. ويلا نبدا بالتحدي الاول. دلوقتي يا جدعان المفروض اللي هيحصل كل فريق منهم هيختار واحد يكون هو حارس مرمى. تختاروا مين حارس مرمى عندكم؟ صد. لا طبعا يا جدعان عايز اقول لكم ان اي حد يقدر ان هو يشارك معانا في التحديات اللي بتنزل على قناه مستر شاور يبعت لنا على الانستجرام على شاور 3 وحيد او يكتب تحت في الكومنتات وهنستضيفه. وانتوا هتختاروا مين يقف حارس؟ مفيش غيره، هو البر، هو ده حارس مرمى. هو ولا تقول لي شرفوا يا شوبير رجالة. ولا تقول لي الشناوي. أشرفكم. هو ابو العز. باذن الله الشبكه دي مفيش ولا غنى هيخش فيها. عايز الكرة دي تعدي الخط ده ابو عز. يلا جاهزين؟ جاهزين. يبقى كده ابو عز الحارس وهنا ديشا الصغير الحارس. يلا كل واحد يقف عند مرمى. يلا بينا. بصوا يا جدعان هنعمل التحدي هيكون على 3 تجوان، اللي هيجيب اول 3 تجوان هيكون هو الفريق اللي كسبان عشان يتصفى للتحدي اللي بعده. دلوقتي يا جدعان المفروض ان انا هرمي الكوره لفوق. هنبدا الجيم على طول لان طبعا ولا معانا جنيه ولا معانا رفه لان احنا في عرض البحر دلوقتي. جاهزين؟ جاهزين. يلا بسم الله. اسود على الباريزه. ايه ده ايه يابا؟ ايه ده ايه ده؟ وانا المفروض طرد، ده طرد. تعال يلا. انا هقلب الحكم اللي كان في ماتش مصر والارجنتين اطلع له كارت طرد. نو فير. الكوره هتروح الفريق الاصفر. يلا هيشوطها على الجون. ارجع يا ابني. فاول. لسه الكرة دي. شوت يلا فنانيس يلا. معلش اقسم بالله شويه مكسحين. ارجع غنى ارجع غنى. شوت يا ديشة. يا ديشة. ايه ده الولد ديش يا ابن اللعيبه جاب اول جول. واحد بصوا يا جدعان بصوا الاول. بصوا يا جدعان الموقف بيعملوا كده 1-0 للفريق البرتقالي. يلا الكوره مع الفريق الاصفر. خش جوه. بص يلا يا ابني يلا. بص يلا. شوت يا لهوي. شوت يا ديشة. الفريق البرتقالي المدهبل. جول زي ما انت ارجع. طبعا يا جدعان دلوقتي في بس مشكله ان المكسح ده من اول الماتش قاعد. لو عايزين تعملوا تبديل انت تفتح هو لا ينزل. بقول لك بقول لك ايه هو انت بتعمل حاجه قوم. ومال عليك. VIP. موقف كنت انت اللي مخسرني. عمال هقوم اهو. ودلوقتي يا جدعان السنتره هتكون الفريق الاصفر والفريق البرتقالي كده واحد. يلا جاهزين؟ يلا الفريق البرتقالي ده ميسي، في ميسي الواد ده ميسي. ولا كريستيانو. ما جاتش جول. ارجع ده ديجا جاب 3 اجوان في الاصفر. خش علينا. انتوا جمالين. خش علينا. المعاناه اللي انا
عايش فيها. بص عامل الكاميرا ازاي قوم كده، والله عمر ما نافع، وزعلان ان احنا كنا بنقول له اقف حارس مرمى. والله ما نافع، اقسم بالله ما انت نافع فعلا. اقسم بالله ما نافع بجنيه. طيب احنا كده يعتبر اول تحدي فاز فيه الفريق البرتقالي على الفريق الاصفر. دلوقتي هنخش على التحدي الثاني وهو ضربات الجزاء. ليه بقى كنا عاملين التحدي الاولاني؟ لان الفريق اللي هيكسب هو اللي هيختار هم عايزين يشوطوا على مين من الفريق الثاني. يعني تعالوا كده فريق كسبان فين، تعالوا كل واحد فيكم هيشوط شوطين. ماشي. كل واحد فيكم بقى يختار هو عايز يشوط على مين عشان انتوا كسبتوا. جاهزين؟ انا هشوط على فلانيس. يلا تيشا هيشوط على الفونس. يلا ده انت اللي دخلك اليوتيوب، ظلمك. انت يا حاج اللي دخلتنا يا عمر. ظلمت نفسي، ارفع ايدك. طبعا يا جدعان آه. انا هنا صدادة حيطة انا حيطة طول وعرض. انت شوبير ها؟ طب اقف يلا في النص. انا مش شوبير، انا شوبير. يلا دلوقتي عظمه هيشوط على كرشه. طبعا كده يا جدعان اول جون للفريق البرتقالي. الفريق البرتقالي مكسح الفريق الاصفر. بركاتك يا ابن الفقر. الفريق البرتقالي 2-0. الفريق الاصفر 0. يلا مين اللي على الدور؟ هتشوط على مين؟ ما ينفعش يا جدعان يختار فنيسي برضه. هو فنيسي كل واحد بيصد جولين. ابو عز. ابو عز يلا ابو عز. كل كوره بتصدها كده ونقطه ليكوا لو صدتها، نقطه ليكوا. هم 2-0 ماشي. كام فلوس؟ لا انزل ده بقى، ده كده بقى دور بقى، ده كده كتير. انا الحكم الارجنتيني اللي هو كان في الماتش بتاع مصر والارجنتين، الحكم المنتخب، ما بشوفش اي حاجه الفريق اللي فاهمين. مش نافع يا جدعان الفريق ده مجاني. يلا اتوسع انت كمان. بصي باكوردي ده، بصي باكوردي ده. اصابه تيشا يعملوا تنفس صناعي. دلوقتي الشوطه الثانيه لحسام. يلا يا حسام. البص اللي في النص دلوقتي حطها اهو، دلوقتي حطها طبعا يا جدعان بس عشان خاطر النهار بيضيع مننا فاحنا ايه بحاول اسرع لكم الاحداث بسرعه. دلوقتي هنخش على ديشا الصغنن. على شوت من ديشا تطور، ديشا طلعها بره. يا جدعان كده 4 للفريق البرتقالي و1 الاصفر. يلا 4-2. هنعكس الفريق الاصفر هيشوط على البرتقالي. المكان اللي احنا بنصور فيه الملعب الجامد ده فين؟ مارينا 7 الساحل الشمالي جرافيتي. المكان اللي احنا فيه ده المكان ده هنا يا جدعان جامد بعد جدا. اذنك بسرعه، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. حسام وهو بيمشي بالكرة جاي ياخد الكرة كده بيجري، قام خبط وشه كده، قام واقع خبط وشه في الشبكة. بص عامل ازاي؟ ايه ده ستوب كده. هو الفريق الاصفر ازاي ساكت على قد كده يثبت لك الحكم نو فير. بص يا جدعان ده نفس اللي كان بيحصل في الماتش. الحكم كان واقف والارجنتينيين بيضربونا في انا الحكم، هو انا الحكم. بصوا لا وانا الحكم، مفيش اي حاجه بتحصل. عارفين لو حسام فكر يرد الضربه هترده. حكم نو فير نو فير. يلا 1 2 3 بقنا سي بقنا سي بقنا سي بقنا فاشل ما انتش نافع في حاجه. بقنا سي بقنا سي بقنا سي بقنا سي. انت باتنين باريزا لبسوا كوبري 4-3. ايوه 1 2 3. ابو عز. كده 5-3 لينا، 5-3 لينا. احفظوا النتيجة عشان في نو فور من. ابو عز متاثر، ابو عز متاثر. كده 5-3. احنا الجون اللي فات حسبناه ب2 عشان خاطر كان باريزا بصراحه ممتعه، وانا عشان خاطر انا حكم ارجنتيني. انا شوبان. 6-3. اهو فريق البرتقاني اهو فريق البرتقاني اهو. واحده باريزا بيسو والثانيه جون عادي بقى. عيب عليك يا ابو عز. حتى لو جابوا الجونين احنا كده كسبانين، بس لو جابوا باريزا
محتاجين باريزا ضروري. لو الجنين دخلوا فيك برضه خلاص بقى، اهم حاجه ما يجيش فيك باريزا. باريزا نو اقتل دي. ضاعت كتير ده واحد بس. بالحكام مش عارفين يكسبوا. انا بعترف ان انا حاكم متحيز، ما كسبوش برضه. ممكن يجيبها باريزا. مصر على الارجنتين. ووضع راس قصري بلد راس قصري مين؟ وبقول لا حكى انا كسبان. حكى ماتشات كده اهو، حكى ارجنتيني ظالم. شوف كده وانا هقف جول. بص يا جدعان سهله خالص يا جدعان، مش عارف ازاي مش عارف يجيب جول. الكسفه اللي انت فيها يا حازم. واو بيسو. صد دي صد يلا. واو بيسو. بقول لك يا حاج انت لبست عليا. يس. المونتاج بيقصوا اول شوطين، يعني خلوا دي بس في المونتاج بشكل بقول لك يا حاج او اعكسوا في المونتاج. انت دافع بقى. احنا دلوقتي هنخش على المرحله الثالثه لان النهار بيضيع مننا واصل الاضاءه ابتدت توحش. هنعمل بقى اخر تحدي، التحدي الاخير وهو 1 ضد 1 على المرمى، وانا اللي هبقى المرمى يا جدعان. التحدي الاخير لو انتم مش عارفين هنلعب اللي هو جون مشترك. انا هقف في ظهري وارمي، فاهمين؟ يلا جاهزين؟ يلا يابا. يلا 1 2 3. اقعد انت يا عم. شوت يا حسام. شوف انا عرفت اصلا ايه مع حركه امام عاشور مع حركه سي. كنا شيل. يلا عمر تاني 1 2 3. اهو يا ابا. ديشا اهو يا ابا. انا ديشا. ايه ده ابو عيد؟ فاول. طالما اتحطيت هنا فاول، طالما اتحطيت هنا فاول والله. 1-0 للبرتغالي. جنون فير بجد، جنون يا فير. جدعان كوره للخمسه. بص يا فنانين الدهبل، بص بيعمل ايه. يلا جاهزين؟ يلا جاهزين. الكوره من خمسه. خد انا قفص يا هات يا ديشا. خد انا قفص باريزا يا. يلا يا ابا. استنى عمر ديشا. شوف ادرس. يا رب الكذاب يا. ظلم والله، والله ظلم. يلا يا ابا. لا يا عمر. لا يا عمر. كده لسه 1-0. يلا والنهار بيروح. يلا هات يا ديشا. خش عليهم هات يا ديشا. ايه ده يا ابا؟ ايه ده؟ خد يا ابا. اهو يا ابا. اهو يا ابا. الجون دخل نفسه باريزا. ده كان مش الجنين ده. 1-1. انا الصراحه اللي مسكتها اصلا انا جت اللي بايدي عليها انا، بالكعب. دخلت بايدي انا. يا دي حسام كده. احسبها 1-1. ماشي ماشي يا حاج. يلا 3. تحتك يا ابا. اه اه يا ابا. اه يلا يا ابا. اه بالراحه. باريزا قلت باريزا ما كانهاش حرامي في مولد. باريزا يا جدعان، وانا اللاعب بعمل ايه؟ كنت ماسك الكاميرا وعمال اظبط الكاميرا عمر، وواقف اوعى وعامل رجلي كده. كده. اوعى بص كده عامل يا رجلي عمر. كده ببص لقيته راح يتسيو. عمر اوعى كده ده عنصري. باريزا من ديشا وباريزا من عمر. باريزا. يلا 2-1 للاصفر. يلا لا لا 1 باريزا باثنين. يلا اه صح عشان ما يبقاش متحيز. انا كده حكم ظالم. كده 3-1. يلا 1 2 3. شوت يا حسام. شوت يا حسام. الحق يا اسو. عش يا اسو. يلا يا ابا. يلا يا ابا. هات يا ديشا. ما تسيب يا عم. انت فين يا يا حسام؟ عم فارس، ما تسيب يا عم. هات يلا. يلا يا ابو عيد. قفشتها قفشتها قبل ما تخش. يلا زي ما احنا. يلا 1 2 3.
انت دوشة اهو جنبك اهو اهو حسام اهي 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 اشوف يلا يا ابا. لا يلا ابو عز ابو عز صلحتها لك يا ابني. صلحتها لك. احنا كده 3-2 عشان النهار بيروح بسرعه. والله صلحتها لك يا عم. 3-2 زي ما احنا. اوعى العب وعز. يلا بتاعتك يا ابو. A few moments later. المفروض تيجي دي كانت المفروض جايه جون دي، بس انا رماح اول مره اقف مرمى. يلا يلا حسام اهي يا ابني. اهو. خد يا فاض. يلا رزق. يلا رزق. اسف حاول يا اسف بس يا جدعان سبت لهم المرمى عشان خلاص النهار بيروح. مش عارف شايفيني ولا لا. يا ابا. ها كده يا جدعان احنا هنوقف على كده لان خلاص الاضاءه ضاعت. احنا قلنا 3-2 يبقى الكسبان هو الفريق. وهنا كان لازم نتدخل. حاول تعمل حاجة صح. الحكم مش فين الشوط حاجات مش بتاعتنا. المشكله ان النهار راح وخلاص الاضاءه مش في ايدينا. والله احنا هنا من بدري عمالين نحاول نصور لكم شوتات لان التصوير جدا صعب في المايه المالحه بالذات، خطر على الكاميرات. الكاميرا اللي معانا دي الشاشه بتاعتها اتحرقت مره. لو الفيديو عجبكم وصلوا له 50,000 لايك وهنكرر لكم تاني سلسله تحديات الكوره. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. لو انتم مش عاملين سبسكرايب اشتركوا في القناه، ولو مش عاملين لايك للفيديو اعملوا لايك للفيديو ده، ونشوفكم الفيديو اللي جاي. طبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تفضلوا من قلبي قريب ونوصل ل 100 مليون مشترك.